الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة في الروضة في المسجد ووقف. تخيل الرسول جالس، الله يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والله اني جالس اليوم اتخيل هذا الموقف، ان الرسول جاي الان دخل المسجد فوقف، الناس كذا ما يدرون، فالتفت على الصحابة قال ابو بكر في الجنة، وكلهم بدأ يجلس سيد وده فيه اليوم يعني فيه توزيع جوائز. ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عثمان، علي في الجنة. الصحابة يقول كل منا يرفع راسه عشان يشوفني، لأنه خلاص في الجنة في الجنة. أنا بالله طبعا ذكر العشرة كلهم مبشرين بالجنة وجلس يعددهم وسأذكر أسمائهم الآن، لكن أبغاكم تتخيلون، أرجوكم أنتم ومن تشاهدونني، تخيلوا الآن النبي واقف معنا هنا ويناديكم أنتم بأسمائكم اسم اسم، يا زياد ويا فراس ويا راجح ويا سعود ويا أحمد ويا بدر ويا حصة ويا نورة ويا فاطمة ويا منيرة يناديك باسمك، أنت في الجنة. بالله عليك كيف راح يكون شعورك؟ تبغى تستشعر أكثر؟ تخيل يوم نخرج من قبورنا يوم القيامة، تخيل انك طالع من القبر، شو اسمك أنت؟ مامون، وتطلع فإذا برسول الله أمامك يقول مامون أنت في الجنة، تعال فلان أنت في الجنة. هذا المشهد سيكون غصب، ولذلك النبي وقف والصحابة يناظرون، عد العشرة المبشرين، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ثم سكت، والصحابة على العشرة هؤلاء ضمنوا الجنة بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تروي عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد في المسند، قالت كان الرسول مرة جالس ودخل عليه عثمان، شوفوا هذا الحديث مهم، تقول فوضع النبي رجله على رجل عثمان، يعني عثمان جالس متربع، وجاء النبي وجلس جنبه متربع وحط فخذ رجله على رجل عثمان. تقول وفجأة بدأ عرق النبي يصب، فعلمت أن جبريل نزل فقال يا عائشة ناوليني، ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب به، فقال خذ يا عثمان او يا عثيم اكتب. تقول فاخذ عثمان يكتب، تقول وجبريل يقرأ على النبي القرآن. اسمعوا ايش تقول عائشة، والله ما كان لربنا او لله ان ينزل القرآن والوحي على رسول الله في هذا الموضع الا لمكانة عثمان عند الله. وش هالرجل العظيم اللي ينزل وحي ربه وجبريل وعند رسوله ويكتب القرآن، هذا رجل له مكانة عظيمة. تقول فأنا أمسح، تقول أخذت قطعة قماش وأبللها بالماء وأمسح عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب من جبينه، وعثمان يكتب اكتب يا عثيم، ويكتب الآيات التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وتروي عائشة تقول كان النبي مرة جالس ورافع ثوبه لين عند الركب، يعني طالع سيقان الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا البساطة، تقول